يا صباح الورد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة وأعياد الكريسماس. يا رب تكون كده سنة كلها سلام وكلها محبة لكل العالم يا رب. وربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبنا ويحل كده بالسلام على كل البلاد اللي فيها مشاكل. كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نبدأ الوصفة. اول حاجة هجيب بولة فاضية وهضيف كده فيها كوباية من السمنة النباتي بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هضيف عليها كوباية الا ربع من السكر البودر واخلطهم كويس قوي بالمضرب الكهرباء او بالمضرب العادي لغاية السكر ما يدوب ويكون معانا كده ايه شبه الكريمة. هضيف هنا نص كوباية من الزيت النباتي، انا استخدمت زيت الذرة. وهضيف كمان رشة من الفانيليا وارجع اخلط تاني. بعد كده هضيف هنا نص كوباية من المية، مية عادية خالص من الحنفية، وبعدين هرجع أخلط تاني. وهضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر وبرضو هخلط تاني. وكده الخليط بقى جاهز معانا، شايفين بقى عامل شبه الكريمة بالظبط. بعد كده هنا معايا نص كيلو من الدقيق، دقيق أبيض منخول كويس. هبتدي أضيفه بالتدريج وأخلط كده من غير معجن. بعد كده هسيب معلقتين دقيق في الآخر هقولكوا هنعمل بهم ايه. خلاص كده انا هقسم الخليط نصين، نص هعمله بالفانيليا ونص هعمله بالكاكاو. هاخد كده نص الخليط، النص ده هظبطه بمعلقتين الدقيق اللي قلتلكوا هنسيبهم على جنب. شايفين العجينة حلوة جدا. والنص ده هضيف عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام وبعدين هخلطهم مع بعض كويس. وكده العجينة بقت جاهزة معانا. بعد كده هنا فتحت كيس تلاجة حطيته من تحت، وبعدين خدت جزء من العجينة وحطيتها على الكيس، وبعدين رجعت فردت كيس تاني وحطيته فوق العجينة، وبعدين فردتها بسمك متوسط. اي قطاعة عندك بقى اشتغلي بيها. انا هشتغل بالقطاعات دي. هعمل يعني حجم كبير مدور وحجم مربع كبير، ويعني احجام كده ايه متوسطة وصغيرة على حسب الاشكال اللي انت هتعمليها. شايفين؟ بعد كده هحط البسكوت في صينية، واول ما الصينية تخلص هدخلها على فرن ساخن درجة حرارة 180. هحطها في الرف الوسطاني لغاية ما تاخد لون ذهبي من تحت. بعد كده هشغلها الشواية من فوق تاخد لون ذهبي. بعد كده بطلع الصينية ومحركش البسكوت خالص غير لما يهدى. وهنا برضو فردت العجينة البني وبرضو هسويها بنفس التسوية. ده شكل البسكوت بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. عمل معايا كمية كبيرة والبسكوتة حلوة قوي، وبجد هي بتدوب كده دوبان. معايا هنا طبق فيه 200 جرام من الشوكولاتة الخام، شوكولاتة خام دارك. انا استخدمت شوكولاتة سما من غير حليب. ضفت عليها معلقة زيت. بعد كده هسيحها على حمام مية. بعد كده هنا معايا ده ورق اسمه ورق الترانسفير، في منه اشكال كتير. انا طبعا جبت اشكال الكريسماس اللي هي بابا نويل والشجرة ورجل الثلج زي ما انتوا شايفين كده. طبعا سيحنا خلاص الشوكولاتة، وبعدين بحط الورقة جوه صينية علشان الورقة دي بتكون يعني رقيقة جدا. بعد كده بحط الشوكولاتة في التجويف بتاع الاشكال طبعا اللي في الورقة. انا هنا بعمل الشجرة، باخد كده معلقة من الشوكولاتة بحطها في التجويف اللي هو في الورقة. بعد ما اخلص الاشكال اللي انا عايزاها بحطها في التلاجة لغاية ما الشوكولاتة تتجمد كده وتمسك نفسها. وهنا بعمل شكل بابا نويل. ده اشكال الشجرة بعد ما حطيتها في التلاجة. شايفين بطلعها بكل سهولة، بتديني شكل حلو قوي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد حلوة قوي والاولاد هيفرحوا بيها. طبعا البسكوت انا عملته معاكم كتير قبل كده. لو عايزين تشتروه جاهز عادي مفيش مشكلة. عملت كمان حبة بالشوكولاتة البيضة اللي هي نباتية. ده شكل بابا نويل برضو. كل ما نخلص ورقة او شكل نحطها في التلاجة لغاية ما تجمد. شايفين الاشكال حلوة ازاي؟
هنا هاجيب البسكوتة اللي إحنا سويناها خلاص وعملنا الأشكال اللي إحنا عايزينها، باحط كده إيه حوالي يعني زي نقطتين كده من الشوكولاتة، وبعدين باحط الشكل اللي أنا عايزاه على البسكوتة. طبعًا ده كوكيز حلو أوي لأعياد الكريسماس وأعياد رأس السنة. باخلّص كل الكمية اللي أنا عايزاها، شايفين شكل بابا نويل عامل إزاي؟ حلو أوي. بعدين تقدروا تقدّموها كده أو تغلّفوها زي ما أنا هاغلّفها كده بالضبط. جِبت أكياس، دي أكياس اسمها أكياس الكوكيز حلوة جدًا. أنا كنت جِبت الأكياس وجِبت ورقة ترانسفير من محل اسمه محل الباز أفندي في المنصورة. بس أنا طلبت أونلاين، هُم عندهم صفحة على النت وطلبته أونلاين، حلو جدًا بصراحة ومعاملتهم حلوة أوي، والأسعار بتاعتهم كويسة جدًا. شايفين أنا باغلّف إزاي؟ طبعًا الأولاد هيفرحوا بيها جدًا. شايفين عاملة إزاي؟ حلوة أوي. هاعمل معاكم فكرة تانية برضه الأولاد هيفرحوا بيها جدًا. معايا هنا الكوبايات اللي هي استخدام مرّة واحدة، الكوبايات الورقية، وعندي هنا يعني دي الأخشاب بتاعة الsteak، وعندي هنا حبّة بسكوت كنت عاملاهم كده بحجم صغير. باقطع الورقة، باقطع نُص كده الكوباية وبعدين باحُط فيها بسكوتة وبعدين باعمل لها فتحة من تحت عشان أحُط فيها عصاية الsteak. عصاية الsteak بتبقى فوق البسكوتة. يا رب الطريقة تكون واضحة معاكم. شايفين باحُط البسكوتة وبعد كده باعمل فتحة فوق البسكوتة، وباحُط الخشبة بتاعة الsteak أو العصيان بتاعة الsteak، وبعدين أنا هنا مسيّحة شوكولاتة خام برضه dark، وبعد كده حطيت حوالي كده معلقة، وبعد كده حطيت إيه، شيكا بُن بقى، أي sprinkles عندكم يعني حطوه، فارماسيل عادي. وبعد كده عملت كمية يعني حوالي 8 أو 9، وبعد كده حطيتهم في التلاجة لغاية ما يتجمدوا، وبعد كده باشيل بقى إيه، باقي الورق. وده شكلهم بعد ما طلّعتهم. شايفين شكلها عامل إزاي؟ حلوة جدًا. بُصّوا، شايفين الأشكال عاملة إزاي؟ وأدي الcookies اللي إحنا عملناه، حلو أوي، أوي. شايفين طبعًا يعني هادوا بيه أصحابكم، جيراننا. شايفين؟ توني هنا بيقول لكم شايفين الأشكال، وميرنا كمان الأولاد بجد كانوا فرحانين بيه أوي. اعملوا لايك بقى كبير، وكل سنة وأنتم طيبين. باي باي.